مرحبا ست رضوى، كيفك؟ انتي منيحة، شكرا على نصايحك. انا محتاجة نصيحتك ليا. انا حبيت رجال متزوج، رجال متزوج، راجل متزوج، رجال متزوج. وكنا دايما نتكلم، وبعدين لما رحت وشفته كانوا بيتكلموا، لما راحت وشافته بعد عنها وعمل لي بلوك. حبيبي اسمعني، ما بيتكلمش معايا، وانا بحبه جدا، مش هقدر ابعد عنه. محتاجه نصيحتك وشكرا. انت مش محتاجه نصيحه، انت محتاجه تفوقي. ليه راجل متجوز؟ ليه راجل متجوز؟ يعني بسيب المتطلق والارمل والسنجل اللي هو غير مرتبط واروح للراجل المتجوز؟ يعني ما بيحلاش الا الراجل المتجوز، عشان الراجل المتجوز ده عنده ست تانية يعني، يحلى في عينك. انت مش محتاجه نصيحه، انت محتاجه تفوقي من الغيبوبه اللي انت فيها، وتعرفي ان حضرتك داخله ان شاء الله تخربي بيت باذن الله. حطي كده بقى نفسك في مكانها. لو هو كان الراجل متجوز منك انت وجت واحده تانية وحبيته قوي، حضرتك كنت هتعملي ايه؟ كنت هتدافعي عن بيتك ولا كنت هتسيبيه لها؟ لو كنت هتسيبيه لها لانه اكيد في عيب، يعني اكيد الراجل عنده مشاكل، خديه بقى يا ماما انا مش عايزاه. لكن اي حاجه او اي وضع اجتماعي طبيعي، راجل وست متجوزين، ما تروحي لحد تاني. وبعدين هو راجل لما شافك عمل لك بلوك، يعني انت اصلا ما عجبتيهوش كمان. يعني هو شافك مره واحده وبعد ما شافك عمل لك بلوك، يعني انت ولا فارقه معاه. يعني انت رايحه الراجل متجوز، انت ولا فارقه معاه. بصي الاثنين انا بقولهم لك ازاي، راجل متجوز وانت ولا فارقه معاه. حضرتك عايز تعملي ايه؟ ويك اب، اصحي، انت في كابوس. وبعدين انا عايزه اعرف انتوا ازاي بتامنوا على نفسكم مع رجاله بتخون مراتاتها او عايزه تخون مراتاتها معاكم؟ يعني هو اصلا راجل خاين،